مرحبا، يسعد أوقاتكم، وبحب هنيكم على عيد الميلاد وراس السنة جديدة. وإن شاء الله السنة الجاية يكون سنة خير وبركة على الجميع وتكون سلامة، وإن شاء الله أتمنى الكل يتعلم الموهبة اللي بحبها كمان. أحبائي، حاب أذكركم في الدرس الماضي أو في الفيديو الماضي تكلمنا عن أسماء الخطوط وأسماء الفراغات، لكن في شغلة كمان حاب أذكركم فيها. في خطوط وفراغات تحت المدرج الموسيقي وفوق المدرج الموسيقي. حابب كمان نسميهم في تسمياتهم، يعني أسماء الخطوط تحت المدرج الموسيقي رح ننزل نزول طبعا، اللي هو أول خط تحت المدرج الموسيقي بيكون دو، لا، فا. والفراغات بيكون الري، السي، سول. هدول تحت المدرج الموسيقي. بالنسبة لكل شيء فوق المدرج الموسيقي، الخطوط لا، دو، مي. الفراغات سول، سي، ري. هدول هن بالنسبة للفيديو الماضي. اليوم رح نشرح مثل ما وعدناكم العلامات الصوتية والصمتية. طبعا العلامات الصوتية والصمتية هي عبارة عن أزمنة، يعني له دور في الزمن، لأنه كل علامة له اسم خاص. طبعا كله له اسم خاص وشكل خاص ومدة زمنية معينة، يعني بدون إيقاع بدون رتم مستحيل أنت ممكن تلعب أي شيء على الكيبورد أو على أي آلة موسيقية. كل شيء بيتعلق في المدة الزمنية. ما هن صعبين، بس لازم نحفظهم بحيث إنه إذا شفناهم على مدرج الموسيقي نعرف شو أشكالها وكيف نعزفها. فأول شيء مبدئيا لازم نعرف كيف أشكالها وشو مدى المدة الزمنية الصوتية تبعتها. رح نتكلم أول شيء عن المدة عن العلامات الزمنية. عنا أول علامة اللي هي الروند، اللي هي تلعب، إذا مبينة عندكم منيح. أول علامة هي بتكون بشكل دائرة اللي هي الروند، بلانش، النوار، كروش، دبل كروش. طبعا راح أعيد مع المدة الزمنية تبعتها. الروند لها 4 أزمنة، البلانش زمنين، النوار زمن واحد، كروش نصف زمن، دبل كروش ربع زمن، وفي عنا كمان تربل كروش، يعني مثل دبل كروش لكن عليها 3 أسنان، يعني 1 2. هاي لها الدبل. التربل كروش لها 3، وهي المدة الزمنية تبعيتها بتلعب 1/8. هدول هن العلامات الصوتية. طبعا لما نشوف هدول على الخطوط أو على أي فراغ بالسلم الموسيقي راح تلعب بهذا الشكل هذاك يعني. بنفس الوقت في كمان العلامات الصمتية يلي انت بتوقف فيهم وما بتعزف اي شيء. يعني مجرد ما انت تشوف اي علامة صمتية معناتها انت لازم توقف عن العزف. طبعا الفرقة بيكون مستمرة، لكن انت لما انت تشوف هذا الشيء بالنسبة لك بتوقف. يعني هاي العلامة اللي بيكون تحت أسفل الخط الرابع، هاي بتوقف المدة الزمنية. طبعا كمان 4 أزمنة.
هاي اللي محطوطة تحت الخط الرابع بيكون 4 أزمنة صمت بتوقف. العلامة الثانية اللي هي أعلى خط الثالث اللي هي بيكون شكلها لفوق، هذا زمنين بتوقف صمت. هون عنا العلامتين كمان زمن واحد. عنا العلامة هاي نصف زمن، وعنا العلامة هاي الربع زمن، وإلى آخره. وكل علامة طبعا إذا الصورة واضحة كل علامة يقابلها في الزمن. يعني هاي رواند 4 أزمنة، هاي البرهة كمان 4 أزمنة صمت، يعني حطيناها مقابل بعض مشان سهولة الحفظ. وهيك يعني نتكرر ونتعلم عليها بهذا الشكل. هذا عنا آخر علامة كمان حابب أعطيكم إياها، اللي هي البيكار. هاي العلامة هاي البيكار. لما أنت تشوف هاي العلامة هاي على المدرج الموسيقي يعني أنت بتتابع عزفك بس، ولكن اللي كان قبل بينهي، يعني بتعزف بشي تاني، يعني ما رح تكمل تستمر في نفس أنت اللي عزفت عليه. هذا اسمه علامة إلغاء أو إنهاء أي علامة بنهية يعني. وهيك بكون شرحنا بعض الأسماء العلامات الموسيقية والأزمنة تبعيتها. شرح بسيط جدا، وإن شاء الله أتمنى تكونوا تحفظوها ويكون تستفيدوا منها. وشكرا لكم، واستنونا في الفيديو القادم.